السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حبايبنا المانجوية في فيديو جديد هنتناول فيه التزهير المبكر اللي حاصل دلوقتي معانا في بعض الأصناف زي الكيت، وموجود برضو في أصناف زي المحلي زي العويس والصدية برضو فيها تزهير مبكر. طبعا احنا بس عاوزين نفسر ليه هو في تزهير مبكر. التزهير المبكر بيحدث نتيجة حاجتين: يا إما شجرة مريحة من الموسم السابق وما كانتش محملة، فبالتالي بتخش لان العين عندها خصبه فبتخش في التزهير بسرعه وقت ما بتلاقي الجو مناسب. طيب بالتالي ممكن نخلي الشجره برضو تدفع نفسها للتزهير، وهو انك ممكن تدي دفعات تسميد زياده في وقت هي مش محتاجه فتظهر. ممكن تدي دفعات ري زياده فتضطر انها تظهر، او تعطش بطريقه خطا زياده على الشجره فتبدا تضرب برعومها غصب عنها. فدي امور هتخلي الشجره تدفع نفسها للتزهير المبكر اللي احنا شايفينه ده. طب التزهير اللي حاصل دلوقتي ايه ظروفه؟ التزهير اللي حاصل ده احنا اكتشفنا ان هو حتى على الشجر اللي مش مريح فيه برضو عليه زهر. طيب المشكله دي حصلت ليه؟ المشكله دي حصلت لان كان من فتره، من حوالي 15 يوم كده، كان في الجو كان فيه بروده سواء ليل ونهار، فالبرعم خد عدد ساعات البروده الكافيه ليه اللي هي مناسبه لحين اول ما الجو يتظبط وتبدا درجه الحراره ترتفع، يبدا يخرج ويطلع الزهره بتاعته طالما العين بتاعته خصبه وواخد عناصرها كويس. عدد ساعات البروده اللي احنا بنتكلم عنها دي يعني بعض المدارس كده بتسميها وحدات البروده، يعني بدل ما يقول لك ساعات بروده يقول لك وحدات البروده. طب ايه هي ساعات البروده؟ ساعات البروده دي هي عباره عن العدد الساعات الفعلية اللي بياخدها البرعم في الليل، وشرط يكون في الليل. عشان كده دايما احنا مشكلتنا دلوقتي مع المانجا ان الليل هو اللي بيبقى فيه البرد. طبعا خد عدد ساعات البرودة بتاعته او وحدات البرودة بتاعته في الليل. في الوقت ده البرعم بقى يقدر يستطيع ان هو يكسر طور السكون بتاعه في وقت الدفء، يعني لما بيبقى الجو درجة حرارته دفيت. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي بقى، ده اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي، ان احنا في الليل بيبقى برد، فبالتالي البرعم خد عدد ساعات برودة. يبدأ يجي في النهار دافي، يقوم بقى جو مناسب ليه انه يكسر طور السكون بتاعه، فيقوم يخرج الزهر بتاعه. ده اللي بيحصل حاليا في المانجا. على اساس احنا عاوزين نوضح لحضراتكم ان التزهير في المانجا لازم يكون برودة يليها دفى، وليس دفى ويجي بعديه برد. يعني لو احنا عندنا الجو على طول برد مش هنلاقي تزهير، يعني لو برد في الليل وبرد في النهار مش هنلاقي تزهير. لو برضو دفى في الليل ودفى في النهار مش هنلاقي تزهير. لازم يكون برودة يعقبها درجة حرارة مرتفعة او دفى، يعني عشان على اساس ما تبقاش عالية قوي. ده اللي انا كنت عايز اوضحه بالنسبة لعدد ساعات البرودة وعلاقته بالمانجا. ولكن عدد ساعات البرودة او وحدات البرودة دي بتختلف من المتساقطات للمستديمات. يعني في المتساقطات زي العنب، الكمثرى، التفاح، الباروق، المتساقطات دي بتحتاج عدد ساعات برودة ليلية كتيرة، يعني ممكن بتتراوح لحد 300-400 ساعة برودة. وما يفرقش معاها هنا الإضاءة لأن البرعم ساكن ومفيش عليه أوراق. إنما في المستديمات بتختلف، هو بيحتاج عدد ساعات برودة ممكن يكون أقل بكثير، ممكن ياخد عدد ساعات برودة ولتكن 50 ساعة برودة. بعد ما بيجي وقت دافي البرعم كسر طور السكون بتاعه ويروح مفتح على طول. ده اللي بيحصل معانا في المانجا. طيب اللي حصل عندنا، وده حصل وانا صورت فيديو عن قريب لما قلت احذروا الصقيع، لان ممكن الموسم ده يبقى برضو فيه صقيع شديد، لان وقتها احنا صورنا فيديو واتكلمنا عن الحته دي. يعني لو حضرتك لاحظت هنا الاوراق دي متاثره اهي بالبرد. فطالما البرعم خد عدد ساعات بروده كافيه وفوجئنا بان الجو بعد كده اصبح دافي، زي ما حضراتكم شايفين الجو بقاله حوالي اكتر من 10 ايام بالنهار الشمس شديده ودافيه، وبالليل بيبقى في بروده شديده جدا. الفرق الكبير في درجتي الحراره دي بتاع النهار والليل هو سبب رئيسي في عمليه دفع البرعم الزهري للخروج. حاجه بقى عاوز اوضحها في موضوع الحراره، مش معنى درجه الحراره 18 او 20 درجه مئوي مش معناها ان هنا بالنسبه لينا احنا كويسه. ممكن تبقى درجه الحراره 18 و20 ولكن في احساس بالبروده.
ممكن درجة الحرارة تبقى 25 وفي إحساس بالحر. فخلي بالكم هنا النبات بيعيش على الإحساس ده. يعني ممكن يبقى درجة الحرارة زي ما بنشوف في التزهير، ممكن درجة الحرارة توصل لدرجة 30 في شهر في أواخر 3 كده، وتبص تلاقي أنت حاسسها 35 و37 و40. درجة الحرارة تبقى إحساسها غير الدرجة اللي احنا بتبقى مرئية بالنسبة لنا يعني. فاحنا النهارده النبات حاسس درجة حرارة كام، هي دي المهم. هو حاسس درجة حرارة أقل مثلا من 15، فخد عدد ساعات برودة. عدد ساعات البرودة مع الدفى بتاع النهار، لاختلاف درجتي الحرارة بتوع الليل والنهار، أصبح إن هو بيطلع الزهرة بتاعته، أو بيخرج البرعم الزهري بتاعه. فهنا احنا عاوزين نوصل لكلمة ان العامل المحدد للتزهير في المانجا ما هوش عملية التسميد وعملية ان انا ارش حاجات دوافع للتزهير. لا، العامل المحدد للتزهير في المانجو حاجتين: الاضاءة ودرجات الحرارة. يعني الضوء مع درجة الحرارة هما الشيئين اللي هما بيتحكموا في عملية التزهير بتاعة شجرة المانجا. عشان كده يا جماعة دايما في التقليم نقول لك افتح سكك ما بين الاشجار عشان الاضاءة توصل للنموات الجانبية. حافظ على النموات الجانبية الجديدة. مثلا افتح القلب عشان الشمس تخش جوه تقدر النموات الداخلية تخرج معاها زهر. ده كله لان الاضاءة ليها عامل محدد مع درجة الحرارة في تخريج البرعم الزهري. طب نعالج المشكله دي ازاي دلوقتي؟ انا عندي الزهر اللي طلع ده، لو انتوا تلاحظوا هنا احنا قاصين قصه من فوق العقده. لو حضراتكم لاحظتوا احنا قاصين قصه فوق العقده. هنا دي القص من فوق العقده في فتره كانت من الاوقات نتيجه ظروف برضو ما كانتش موجوده في المزرعه، موجوده عندنا. ده كان ليه اهميته ان انا لازم اقص من فوق العقده. يعني انا لازم ارتبط بالقص من فوق العقده في اوقات معينه بتجبرني الشجر عليها. ليه؟ عشان خاطر احافظ على الطراح والبرج اللي في الطراح اللي انا عايز احافظ عليه. لان الطراح بتاعي ممكن يقصر زياده عن اللزوم، لان انا لسه داخل عليا برد، فما اعرفش، فممكن ياكل مني طراح بتاع ده برج واتنين، يبقى الطراح طار مني كله. طيب احل المشكله دي ازاي؟ زي ما اتفقنا اقول ان احنا ما نجيش ناحيه الزهر. يعني الزهر اللي خرج ده انت ما تجيش ناحيته، لا هتشيله ولا تقدر تيجي ناحيته خالص دلوقتي، لان البرد داخل عليه هيموته. طب في مزارع بقى اللي هي في الاشجار المحلي، واحد يقول لك انا ما بعرفش اعمل ازاله للتزهير وعندي تزهير مبكر. في الحاله دي انت هتشتغل على التزهير بتاعك ده بالمكافحه عادي خالص، ترش المبيدات الفطريه بتاعتك عشان تحافظ. انت مش هتعرف تشيل زهر، البرد داخل عليك هياكل جزء وهيسيب جزء. طب الجزء اللي فضل فوق في اخر الشجره لو انت سبته ما قدرتش تشيله، ففي الوقت ده هو هيكون اصيب ولازم هيصاب بالامراض الفطريه زي البياض الدقيقي مثلا. فبالتالي اول ما ما الازهار الثانيه تطلع في الوقت بتاعها هيبدا البياض ينتشر على الازهار وياكلها منك. فلازم لو انت عندك حجم الاشجار كبير، انا بتكلم على زي الجنب اللي عندنا هنا في اسماعيليه، والاشجار الكبيره اللي هي بتعدي 30 سنه، اشجار كبيره جدا ما بيقدروش يطلعوا يشيلوا الزهر. في الوقت ده لازم هتشتغل برنامج الرش بتاعك الفطري زي ما انت شغال، على اساس ان انت مش هتقدر تشيل الزهره. لو انت شلتها خلاص انتهت. طب ما شلتهاش، يبقى لازم تكافح الامراض اللي هتجيلها وتديها الرش الوقائي بتاعها، على اساس ان انا ما اضرش الزهر اللي هيجي في الميعاد بتاعي المناسب. لكن لو انا شلت هدي رشه فطريه عاديه زي الثيوفونات المثال او الكربندازين مثلا عشان اطهر مكان الجرح اللي عندي وخلاص. ولازم ارش رشه نحاس، هيدروكسيد نحاس او جلوكونات نحاس. حضراتكم رشيتوا الرشه بتاعت هيدروكسيد النحاس او جلوكونات النحاس اللي هي هتبقى بديله ثيوفونات الميثايل بعد عمليه الازاله. هيبقى بعد كده انت عملت رشه وقائيه للجروح اللي حصلت نتيجه الازاله ونتيجه الامراض البكتيريه اللي هتخش عليا في الفتره اللي جايه. لان اللي هيخش عليا الفتره الجايه بعض الامراض البكتيريه والفطريه هتنشط معايا مع البروده بتاعت الجو، لان في فطريات بتنشط مع درجه الحراره المرتفعه اللي احنا عايشينها ووجود البروده في الليل. يعني معايا رطوبه عاليه ودرجه حراره عاليه بيتنشط انواع من الفطريات، وعندي بروده قليله تحت ال 15 درجه مثلا، وعندي رطوبه عاليه برضو هيحصل عندي امراض فطريه وبكتيريه. فلازم ارش رشه قويه من هيدروكسيد النحاس او جلوكونات النحاس عشان خاطر احمي نفسي من الامراض دي. كان معكم اخوكم حسام ابو زهره صاحب قناه ابو زهره الزراعيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.